انا في واحد صاحبي ليه عنده 350 جنيه. 350 جنيه بقالهم اسبوعين. خدهم منك ليه؟ خد تيشيرت زي ده ما حاسبش عليه لغايه دلوقتي، فانا يعني من مكاني دوت بقول لك يا اسلام انا عايز 350 جنيه بتوعي. لا والنهارده قاعدين على الكافيه اصلا، فاهم؟ شرب حاجات يعني بكام؟ 100 جنيه، دفع 50 جنيه ومشي. قال لك بقى اصحابي يحاسبوا عادي. طب ليه؟ لا انا طول عمري لا ما عامل فول يعني بيغفلك. ده انا خدت على كده برضه نفس الحوار مع بعض، وتغفيلات بكاسه شغال اي حاجه شغاله بس. ماشي. طب انا هجيب لك بكره الامتحان، جه الامتحان نسيت اجيب الفلوس. ماشي. جه طب انا هنزل الشغل كمان يومين، ما نزلتش استنى بقى الشغل. اللي هو ينزل يشتغل في السنتر عشان يجيب الفلوس، مع انه طلع فوق طلب مش عارف مولتن كيك وشرب بيبس وجاب وايس كوفي ومش عارف الايس كوفي ده منين، جاب الايس كوفي ده منين يعني. جه في دماغه هو تلاقي لقاه في المنيو كده. الله انا واد كرييتيف. انا اتخميت فيكم بصراحه، طلعت ان انا ما بفهمش. انا حمار عشان ما كنتش عارف ان اللي متغطى بيكوا عريان. عايزين نتصل باسلام ده معلش يا جماعه. بس كده. ياه ده احنا كنا انا اولا هو لازم سبحان الله رن والله من 6 دقايق واحنا بنتكلم. بس هو يفتكر هيرد علينا. هيرد. بص بقى يا زميلي، هتكلمه وتقول له ان انت مزنوق في فلوس ومحتاج فلوس دلوقتي حالا. يا اسلام بقول لك ايه، انت عندك امير بكره امتى؟ طب بقول لك ايه، انا عايزك في حوار دلوقتي. ده انا دلوقتي مزنوق في فلوس يا اسطى ومحتاج ال 350 جنيه بتوعي. ايه؟ مزنوق في فلوس ومحتاج ال 350 جنيه بتوعي. عاوزهم امتى؟ عايزهم انا النهارده قبل بكره اصلا. في قسط يا اسطى الكونفرت الساعه اللي لسه جايبها الهاي كوب يا اسطى لازم ادفعها. عينيا لسه بكره اتصرف. لا انا عايزها النهارده. ايه؟ عايزهم النهارده. لو عرفت اتصرف لك فيهم النهارده ابعتهم. لا انا جاي دلوقتي يا اسطى على شبرا ليك. يا عم ايه المشكله؟ احنا واحد. لا واحد، هو انت ما فيش مره واحد دي تحسبها عليك؟ ايه؟ الواحد ده ما بيبداش من عندك مره. فين ال 350 جنيه بتوعي؟ يا نهار ازرق. دلوقتي مفيش فيه. ما تقلش ادبك، كلمني باحترام. انا بكلمك باحترام. أيوة. من المشكله ان انا بكلمك باحترام. ماشي. انت دلوقتي فين؟ ايه؟ انت دلوقتي فين؟ في البيت. احنا هنجي انا واصحاب انا والرجاله دلوقتي وهناخد ال 400 جنيه 350 بتوعي و50 جنيه بتوع الكافيه. مين اللي دفعها؟ انت اللي دفعتها؟ انا دفعتها. كداب. ايه؟ كداب. كداب ليه؟ انت لو عايز 50 جنيه زياده على الفلوس اللي ليك عادي يابا احطها لك، انما يا عم هات ال 350 وانا اديك 50 منهم. عايز 300 يعني؟ يابا هات اي حاجه تيجي منك. انت ما فيش واحد سبته الا لما اتبكست عليه. يعني قول 7-8 سنين كده. 7-8 سنين بتتبكس عليه. شرب عرض ب 65 جنيه وخدمه وخدمه 5 جنيه وشرب حاجه ثانيه ب 15 جنيه وازازه ميه دي كده 100 جنيه، ساب 50 جنيه. انت اللي فتحت الميه ولا هو؟ بامان. انا ما فتحتش ميه. بس مين اللي شربها؟ يا عم انا ولا شربت ميه من الاساس. طب سؤال انت تعرف الايس كوفي ده منين؟ ايه؟ انت تعرف الايس كوفي منين؟ يا مصر انا عارف الفرابتشينو موكا. هم لسه مش عارف ليه شايفينك. وعليك 35 جنيه للواد يوسف بتاع فرع التطبيقين. يلا بتاع الكانتين مطرح ما كنت شغال، عشان لغايه دلوقتي مش عايز تروح الشغل عشانه. شغل مين يا كنت انت رحت. عليك 35 جنيه ليوسف ولا لا؟ لا والله ماليش حاجه دفعتهم. يعني انت دفعت ال 35 جنيه وجت على 350 بتوع عرمط. في فرق صفر يا راس. طب انا عندي سؤال بجد يا اسلام بما يرضي الله. انت ناوي تدفع له 350 جنيه؟ ايه؟ ناوي تدفع له 350 جنيه؟ لا لسه الراجل ما دام قدرني يبقى انا اقدره. بما يرضي الله ناوي تدفعها له؟ بما يرضي الله. لا والله اديهم له، بس فاهم الراجل قدرني اقدره. بتاخد التيشيرت ليه؟ ما انت معكش فلوس. اختي جايه وهتديك الفلوس وتعالى نلعب دومنه وقعدت تسيسني وبكره تعالى نروح نقعد على كافيه وشربنا ومش عملت كل ده جدول فيا. طب كان ممكن تشحت منه التيشيرت وخلاص. كنت ممكن تقول لي يا مؤمن ادفع. في حد هيشحت تيشيرت جديد؟ يا عم ما يتمشى الموضه. يعني بدل ما تشحت تيشيرت تنصب في التيشيرت الجديد. النصب عادي؟ ايوه ايه المشكله؟ انصب ماشي انما اشحت لا. ايوه نصاب او بيكس بيغفلك بكرامته. ده مبدأ عيله. موافقين اللقاء ده؟ تمام ماشي. بنحط كوميكس وطريقه وكده. تمام ماشي. اللقاء لو نزل ما ينفعش يتنزل. خلاص يا شباب يلا اتشرفت بيكم. خلاص ماشي.